ازيكم يا حلوين؟ تعالوا النهاردة نعمل وجبة متكاملة فيها نشويات وبروتين وخضار. وصفة الرز البسمتي بالخضار واللحمة سهلة جدا وسريعة، وكله كده على بعضه في حلة واحدة، ومش هياخد معاكي وقت خالص، وطعمه يجنن. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ويلا نبدأ مع بعض. هجيب حلة سخنة على النار، هحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة و3 معالق كبار من الزيت النباتي. وأول ما تسيح كده هنزل ببصلة متوسطة مفرومة وفصين توم مهروسين، وأشوح فيهم لحد ما لونهم يصفر. وبعد كده هنزل عليهم بربع كيلو لحمة مفرومة وأقلبها بقى مع البصل والثوم كويس. وأول ما تدخل كده في السوا هبدأ أبهر بمعلقة كبيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة وورقتين لورا كمان وعود قرفة، وأقلب بقى مع بعض. وخلاص كده اللحمة شبه استوت معايا. هنزل عليهم بقى بكوباية من البسلة والجزر، ودي اختيارية بس بتدي طعم حلو جدا للرز. وأقلبهم بقى مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول ومتصفي، وأقلب بقى مع الخلطة الحلوة دي. وبعد كده هنزل عليهم ب3 كوبايات من المية وأقلبهم تاني. وأول ما يغلي هغطيه ووطي النار خالص واسيبه يستوي على مهله حوالي 20 ل25 دقيقة، هيبقى تمام. بس بعد 10 دقايق كده تقريبا، وبعد ما يتشرب المية بتاعته، هقلبه تقليبة بسيطة واغطيه تاني واسيبه يكمل سواه. استوى بقى وبقى روعة، الريحة خطيرة، اللحمة عاملة شغل عالي وريحة وطعم كمان. وجبة كاملة فيها كل حاجة، لذيذة وسهلة وسريعة. ممكن كمان تتعمل بالفراخ أو الخضار بس اللي يعجبكم. الحباية بحبتها زي ما انتوا شايفين، مفيش واحدة اتكسرت أو اتهرت، مفرفر كده لأن مقدار المية مظبوط جدا. وممكن كمان يتعمل بالرز المصري، بس ساعتها مقدار المية هيختلف، يعني لكل كوباية رز مصري هتبقى كوباية مية واحدة بس. جربوا وقولولي رأيكم ايه، وأهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة. أنا أمين يا علي وأشوفكم على خير.